السلام عليكم كل متابعين قناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعلم اسكندريه. موجودين فين؟ موجودين في منطقه الشاطبي بجوار السلسله. كنا بالامس 30 نوفمبر عملنا حلقه عن اختفاء تمثال عروس البحر في منطقه الشاطبي على البحر. النهارده عرفنا تفاصيل كتيره عن اختفاء التمثال. التمثال تم ازالته بمعرفه محافظ اسكندريه. محافظ اسكندريه اللواء محمد الشريف اصدر اوامره بقرار ازاله التمثال من مكانه. ليه؟ بيقول المحافظ لعدم اتساق مكانه بجانب موقع مكتبه اسكندريه. التمثال كان عباره عن تمثال لعروس البحر بالاضافه الى معاه عمود روماني. جرى اهداؤه من احدى الشركات لحي وسط بغرض تجميل الجزيره المقابله لمستشفى الشاطبي، زي ما كان بيحصل زمان ايام الله يرحمه اللواء عبد السلام المحجوب. كانت شركات المقاولات بتجمل الميادين وتضع اعلانات ليها او اسم الشركه او اسم المهدي، وده كان عرف متبع ايام محافظ اسكندريه الراحل عبد السلام المحجوب. اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنزوله على اسكندريه. الاهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. كنا امبارح صورنا هنا، كان موجود العمود الروماني وكان تم ازاله تمثال عروس البحر بس، ولكن الان النهارده الخميس 1 ديسمبر تم ازاله العمود اهو زي ما حضراتكم شايفين. تم ازاله العمود. يبقى المرحله الاولى تم ازاله التمثال، المرحله الثانيه النهارده الخميس تم ازاله العمود. العمود لقى سخريه جامده جدا من الشارع السكندري لاسباب كتيره. اولا مكانه غير رائق، شكله، وجوده مع بجوار تمثال الاشرعه البيضاء للنحات فتحي محمود. التمثال الجديد بصراحه الحمد لله اللي هو شالوه. ملحوظه اهم اللي احنا لما صورنا يوم 24 نوفمبر يوم الخميس الماضي، كل الفضائيات يعلم الله ان الفضائيات كلها اخذت التصوير بتاع القناه بتاعي بدون حتى الاشاره الينا او شكر لينا، لان احنا كنا القناه الوحيده اللي صورت هذا التمثال، وهم لسه في مرحله الانشاء. يعني اول من او احنا القناه الوحيده باذن الله اللي اشرنا الى وجود تمثال في هذه المنطقه. هم طبعا كانوا عاملين زي ما شايفين كده ستار حول التمثال، واحنا الحمد لله اللي صورنا، ولكن الفضائيات معظمها او كلها اخذت تصويرنا دون الاشاره الينا، ولكن الحمد لله لنا الله. كده ده مكان التمثال اللي تم ازالته. طبعا خلفه زي ما حضراتكم شايفين، خلفه مكتبه اسكندريه، خلفه قاعه المؤتمرات الرئيسيه في اسكندريه، خلفه في المجمع النظري لجامعه اسكندريه، بجواره ايضا مستشفى الشاطبي، مستشفى الشاطبي للولاده تتبع جامعه اسكندريه كليه الطب. ايضا بجوار مكان التمثال في طبعا تمثال عروس البحر القديم او تمثال الاشرعه البيضاء للنحات فتحي محمود. تمثال الاشرعه البيضاء تم انشاؤه 1962 وتم وضعه في هذا المكان في السلسله 1968 اهداء من محمود فتحي الى محبوبته اسكندريه. اتمنى تكون الصوره وضحت
لكل اللي كان امبارح متحير لاختفاء التمثال. اتمنى لو حضراتكم لسه ما اشتركوش عندنا في القناه اشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس، ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله تعالى.